فجأة وهو بياكل سمع صوت أبوه بيقول له: أنت ما بتشبعش، كل بالراحة، أنت مش محروم. جملة مش بس كسرت سعيد وخليته يسيب الأكل، دي كسرت العلاقة اللي بينه وبين أبوه وبين كل اللي حاضرين. لما اتحرج وحس إن محدش فاهمه وإن محدش حاسس بيه. حاسس إني ببالغ؟ تعال أحكي لك قصة سعيد واحكم أنت بنفسك. في يوم من أيام رمضان وبعد يوم طويل ومرهق رجع سعيد البيت وفطر مع عيلته، لكن بعد الفطار سعيد ما قعدش معاهم زي ما هو متعود، ده دخل المطبخ وبدأ يكمل أكل زي المجنون وكأنه بيهرب من الأكل من حاجة مزعلاه. وسط وهو بياكل أبوه شافه ورمى إفيه بصوت عالي وقال: أنت ما بتشبعش، كل بالراحة، أنت مش محروم. والعيلة كلها قعدت تضحك. فدخل سعيد أوضته وهو محرج وقال لنفسه: أنا ليه أكلت كتير كده؟ دي مش عادتي. وبدأ يحس بالذنب ويهرب من الإحساس ده بإنه ياكل أكتر. وعلى مدار رمضان دخل في حلقة مش عارف يخرج منها. وهنا السؤال: هو سعيد بياكل جوع ولا بياكل حرمان؟ ولا جوع ولا حرمان زي ما أبوه قال. سعيد كان بياكل هروب من نفسه ومن مشاعره ومن وجعه، وده اللي بنسميه emotional eating. الشخص اللي بيعاني منه بيشوف الأكل إن هو الحضن اللي بيحتويه، المكان اللي بيلاقي فيه الأمان. وفي مرجع الطب النفسي ده ممكن يندرج تحت الأكل القهري، وده بيبقى مرتبط جدا بحالات الاكتئاب المقنع. الشخص اللي بيضحك ويهزر بس جواه فجوة بيحاول يسدها بأي حاجة، وللأسف الأكل هو أسهل سدادة. طب ليه الموضوع ده بيزيد في رمضان؟ ممكن بسبب صيام طويل، أكل تقيل، سهر، ضغط. طب والحل؟ هقول لك أنا الحل في 4 خطوات. في فرق بين جوع المعدة وجوع القلب. جوع المعدة بيجي بالتدريج، جوع القلب بيجي فجأة. تاني حاجة قاعدة 10 دقايق. أول ما تحس إنك هتفتري في الأكل اشرب مية واستنى 10 دقايق واسأل نفسك: هو أنا جعان ولا محتاج حد يحس بيا؟ تالت خطوة إنك تسمي شعورك، يعني لو زعلان قول أنا زعلان، ما تقولش أنا عايز نص فرخة ولا رغيف حواوشي. لازم تواجه نفسك عشان تعدي. والخطوة الرابعة هي كلمة السر بتاعت حلقة النهاردة. قبل ما تفطر ادعي في سرك: يا رب شبع قلبي مش بطني وبس. وحاول تعمل التحدي بتاع النهاردة. وانت بتفطر اول ما تحس انك قربت تشبع سيب المعلقه وقوم من على السفره 5 دقايق بس. لو رجعت وكملت وانت واعي مفيش مشكله، المهم تكسر آلية الاندفاع. لو عملت التحدي ده اكتب في الكومنت هلال وقلب احمر من غير شرح، عشان نعرف ان في ناس بتتعافى بصمت وفي ناس اخيرا بطلت تظلم نفسها. رمضان مش بس صيام عن الاكل، رمضان صيام عن الهروب. والحلقه الجايه هنتكلم عن العاده الاخطر لمعظم المدخنين، سيجاره الفطار. اشوفكم بكره، كل سنه وانتم طيبين.